بيقول اللي هو عايزه. الاهلي مش مؤسسه دينيه، ده نادي فاسد يعني. هو الاهلي اللي عليه 4 ايقافات قيد. الاهلي هو اللي عليه القضيه في الفيفا. الاهلي هو اللي مصنف في الفيفا نادي سيء السمعه. الاهلي هو اللي ناصب على اللعيبه والمدربين الاجانب والمصريين الاحياء منهم والاموات. الاهلي هو اللي مديون ب 11 مليار جنيه. الاهلي هو اللي كتب شيكات لاتحاد الكوره في اول السنه وراحوا يصرفوها اللي هو انها بدون رصيد، ودي مش اول مره بتحصل كل سنه. النادي الاهلي اللي مديون لاستاد القاهره ب 80 مليون والاتحاد الكوره ب 60 مليون. الاهلي هو اللي مديون للضرايب باكتر من 2 مليار جنيه متعتم عليها ومركونه في الدرج. الاهلي هو اللي بيتقال كده بالنص ان ميدو عرف ان محمد السيد لاعب الزمالك راح يسال على العقد بتاعه في اتحاد الكوره، فاتحاد الكوره ما رضاش يديله العقد وكلمه ميدو، وميدو جاب الواد قال له انت تعرف تطلع حاجه من اتحاد الكوره غير بمزاجنا، مع ان اللاعب من حقه ان هو يطلع على عقده في اتحاد الكوره زي اي مكان في الدنيا. الاهلي هو اللي فاسد. الاهلي هو اللي عنده رئيس نادي دخل على مسؤولين اتحاد الكوره ودخل على واحد منهم فتح عليه الحمام وهو قاعد على قعده الكبانيه، انا اسف، وعشان خاطر يروح يأيد لعيبه بالاجبار. ولما قالوا له انت عليك ديون ما ينفعش نأيد، وزير الشباب والرياضه بالامر المباشر على التليفون برضه قال لهم ال3 لعيبه يتأيدوا. النادي الاهلي هو اللي فتح لاحمد سمير فرج القيد في شهر مارس تحت بند المهمه الوطنيه عشان احمد حسن كان مع منتخب مصر. النادي الاهلي تقول ليه؟ وخلي عندكم دم وما يبقاش وشكم مكشوف والبجاعه توصل يعني لابعد من كده، لان احنا كل حاجه عشناها معاكم لحظه بلحظه وشايفينها، مش بنحكي على حاجه بقى مثلا من 70 80 سنه اللي هو برضو التاريخ اتكشف واتعرف كل حاجه واتعرف تاريخكم الفاسد من ايام الملك لحد دلوقتي منظركم عامل ازاي. فاختشي عيد.